انا عارفه ان ناس كتير ما بتحبش البصاره، بس برضو في ناس كتير بتحبها وانا منها، فعشان كده تعالى نعمل في الفيديو ده مع بعض البصاره. اول حاجه عندي هنا حاجه على النار فيها ميه، حطيت فيها ربع كيلو من الفول المدشوش، وانا كنت غسلاه ما نقعتوش، وعليه بصلايه بحجم متوسط مقطعاها لاربعه، وثلاث فصوص من الثوم المفروم، وكمان قرن فلفل نصه حامي ونصه بارد. يعني انا خدت نص قرن فلفل حامي ونص بارد وسبتهم يتسلقوا مع بعض، واول ما قربوا يدخلوا في السوا ضفت عليهم حزمه من الكزبره الخضراء. انا ما بحبش احط الكزبره او الخضره عموما في الاول علشان ما تغمقش وتخلي لون البصاره غامق قوي. سبت الخضره مع الفول وباقي الخضار ده لمده 10 دقايق بس، طعم الخضره يبان، وبعدين ضربتهم بالهاند بلندر، ممكن تضربيهم في الخلاط لو عندك. وبعدين رحت على عين تانية من عيون البوتاجاز، حطيت شويه زيت وعليهم بصلايه صغيره واربع خمس فصوص من الثوم وشويه من الكزبره الناشفه، وقلبتهم مع بعض لحد ما بداوا ياخدوا لون ذهبي. وهنا شكل البصارة بعد ما ضربتها في الخلاط، حطيت عليها ملح، فلفل اسود، رشة بسيطة من الفلفل الاسود مش كتير، وشوية حلوين كده من الكمون وشوية من الكزبرة، وقلبتهم مع بعض كويس. وبعدين ضفت عليهم التقلية اللي احنا عملناها، اللي هي التوم والبصل والكزبرة الناشفة. هضيفها على البصارة بعد ما حطيت لها بهاراتها كده، وهقلبهم مع بعض كويس. طبعا في الوقت ده انا كنت حاطة بصل شرايح بيتقلي على النار علشان ازين بيه الوش في الاخر. قلبتها مع التقلية كده وسبتها دقيقتين بالظبط على النار، وبعدين طفيت عليها. القوام بتاعها ده طلع كده علشان انا لما ضربتها في الخلاط او بالهاند بلندر ما كانش فيها ميه خالص، يعني لو حتى فيها شويه ميه حاولي تصفيها. قدمتها بقى كده وحطيت على وشها شويه من البصل المحمر. كان طعمها حلو قوي وكانت بهاراتها مظبوطه، ولونها كان بجد كان حلو وما كانش غامق. فجربوا البصاره بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب.